السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كباب الحله بطريقه حلوه قوي، وفي تكايه كده هنعملها في الاخر هتفرق جدا في طعمه. كمان في نفس الوقت هعمل معاكم صينيه الجلاش الخطيره دي، وازاي يطلع معاكي طري كده وتحفه. هنعملها بحشوه حلوه قوي ولذيذه. عشان تتابعي كل تكاتي اشتركي في قناتي تكاتي في مطبخي، وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان باذن الله يوصلك اشعار باي فيديو جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف كباب الحله بالصوص الخطير اتعمل ازاي، وكمان صينيه الجلاش دي اتعملت ازاي معانا. اول حاجه هبدا احضرها معاكم كباب الحله. معايا كده معلقه سمنه، وهستنى لحد ما تسيح وتسخن كويس جدا. بدات اجيب اللحمه، انا مقطعاها مكعبات بالشكل ده، تقدري تقطعيها مكعبات اكبر او اصغر من كده على حسب ما تحبي. هبدا بقى اللي انا ادي اللحمه بتاعتي صدمه كويسه جدا، واقلبها كويس قوي لحد ما هتلون معايا باللون اللي هتشوفوه دلوقتي. طبعا اللحمه بتنزل شويه ميه وبترجع تشربهم تاني لحد ما تتشوح كويس قوي، وهتشوفوا دلوقتي هتبقى عامله ازاي. هنا كده خلاص كانت الميه اللي في اللحمه كلها اتبخرت وبقت اللحمه بالشكل ده. هبدا بقى اجيب كميه بصل كده كويسه. طبعا البصل تقدري تحطيه متقطع او ممكن جوانح كده او تفرميه. انا بصراحه بحبه مفروم اكتر، بحس ان اللحمه كده بتتشرب منه اكتر، وبيبقى كده ماسك على اللحمه كده، قطعه اللحمه بيبقى حلو قوي. بالنسبه للتوابل بقى حطيت 7 بهارات وسنه من الكزبره الناشفه وملح وفلفل اسود وحاجه بسيطه من القرفه، تمام، ورشه من جوز الطيب. دي كده التوابل بتاعت كباب الحله. قلبت بقى البصل باللحمه بالتوابل بالشكل ده، وبعد كده هبدا ازود عليها ميه مغليه. فاضل تكايه بسيطه قوي هنعملها في الاخر هتبقى تحفه برضو. غطيت اللحمه بتاعتي بالميه المغليه بالشكل ده، وهغطي الحله وهسيبها لحد ما تستوي. طبعا لو اتشربت شويه الميه دول ولسه ما استوتش بزود ميه تاني بس تكون مغليه، عشان طبعا ما تاخرش من تسويه اللحمه. والملح خلي بالك مش بتحطيه في التوابل من الاول، بعد ما اللحمه تستوي كده وتدخل في التسويه ابداي حطي الملح، تمام كده. عشان قلت لكم الملح مع التوابل، لا، الملح ما بيتحطش في البدايه. بعد ما اللحمه طبعا تستوي كده بتبداي ان انت تحطي لها الملح. تعالوا بقى نجهز مع بعض صينيه الجلاش الخطيره دي وازاي تطلع معاكي طريه. معايا معلقه سمنه على الصينيه كلها. بدات ان انا اسخنها حاجه بسيطه خالص على النار عشان بس تفك كده وتبقى سهله معايا في الدهن يعني. وبدات ان انا ادهن الصينيه بتاعتي كويس جدا بالسمنه، وبحط طبقات الجلاش. وطبعا زي ما انت شايفه نص ورقه الجلاش جوه ونص ورقه الجلاش بره الصينيه، وببدا ادهن بين الطبقات فرشه سمنه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي مش سمنه كتير ولا حاجه، انا في المجمل كله معايا معلقه واحده بس، تمام كده. الحشوه بقى كانت عباره عن بسطرمه وطماطم وفلفل رومي، وتقدري تزودي فلفل حامي وجبنه رومي مبشوره. تقدري طبعا تزودي موتزاريلا، بس الجبنه التركي بصراحه بتدي طعم حلو قوي. بدات ان انا اقفل كده بالشكل دوت، اخد الاطراف اللي انا كنت مخليها من بره اقفلها على الصينيه، وفي الاخر بحط ورقه كده من فوق، وابدا ان انا ادخلها تحت يعني صينيه الجلاش بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ببدا ان انا اقفلها من الجوانب كويس جدا بالشكل ده. الفرشه البسيطه اللي فاضله دي دهنت بيها الوش، وبعد كده هبدا ان انا اقطعه. طبعا تقدري تقطعيه مثلثات ومربعات حسب ما تحبي. انا قطعته مربعات كده بالشكل ده. وهبدا بقى ان انا اجهز التشريبه اللي احنا هنعملها للجلاش. عباره عن بيضه عليها ملح وفلفل دي بابا وشويه لبن، دي بابا يعني كوبايه دي امليها لبن كده. يبقى فاضل اضافه واحده بس هتفرق جدا في صينيه الجلاش بتاعتنا، وهي معلقه صغيره كده مليانه من الكيك شيف، تمام كده، اللي هو البيكنج باودر. يعني بتدي هشاشه حلوه قوي كده لصينيه الجلاش، وفي نفس الوقت بتخليه حلو قوي يعني، وهيطلع طري كده وجميل. بدات ان انا احط التشريبه دي على صينيه الجلاش، وحطيت عليها من فوق رشه جبنه رومي، ودخلتها الفرن. بدخلها على الارضيه لحد ما تبدا تاخد لون ذهبي كده خفيف، او يعني خلاص خدت لون من الارضيه. ببدا ارفعها بقى على الشوايه تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. واول ما بتخرج من الفرن بغطيها بغطا زي ما شفتوا معايا، بتطلع معايا طريه وتحفه. التكايه الاخيره بقى اللي اتفقنا عليها في كباب الحله، بحطه في صينيه زي ما انتم شايفين كده، وبدخله تحت الشوايه. بياخد لون وريحه الفرن كده، بيبقى طعمه مختلف تماما وبيبقى حلو قوي. كمان الصوص اللي بيبقى فيه ده بيبقى تحفه بقى. تكليب العيش، تكليب مع الرز. انا كنت عامله رز ملوخيه، وده كده الشكل النهائي للاكل. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك للقناه وفعلي الجرس على كلمه الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.